الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ذي إخلاص في توحيده، ونشهد أن سيدنا محمدًا خلاصته من خلقه ومختاره من عبيده. أما بعد، فيا أيها الناس، اعلموا وفقنا الله وإياكم أن النصيحة في الدين أوجبها الله تعالى علينا في قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه وآله الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله هي الإيمان به وطاعته بالقلب والجوارح، والنصيحة لرسوله تصديقه فيما أخبر وجاء به، واتباع سنته ونصرة دينه. والنصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم ومعاونتهم على الحق وأمرهم به، وإعلامهم بما غفلوا عنه من أمور المسلمين وحقوق عباد الله تعالى. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى ما يصلح آخرتهم ودنياهم، وتعليمهم بما جهلوه. وأما الكتاب فقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله الرؤوف الرحيم، ذي الطول الواسع والفضل المدرار السميع العليم. نشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، ونشهد أن سيدنا محمدًا رسوله وروضة المعارف ومنبع الأنوار. أما بعد، فيا أيها الناس، ففي الآية التي أسلفنا ذكرها وحديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بيان إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلهما الشارع الحكيم للقادرين عليه 3 أقسام: قسم يكون إنكارهم باليد، وقسم يكون إنكارهم باللسان، وقسم يكون إنكارهم بالقلب. فبهما في جميع الأوقات يتجدد الدين وتحيا الشريعة وتنتعش، ويحصل اتحاد المسلمين في دينهم ودنياهم. ولا يسقط الإنكار بالقلب عن مكلف أصلا، إذ
كراهة المعصية من مرتكبها واجبة على كل مسلم، لهذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه، مع القول برفع الحديث وبعدم رفعه: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي والقوهم بوجوه مكفهرة، والتمسوا رضا الله بسخطهم، وتقربوا إلى الله بالبعد منهم. وقد روي عن عيسى عليه السلام من الكلام ما يشبه هذا الكلام. ومن حق كل من ينصت إليه أن ينتفع بوعظه وينفع الناس به، وأن يحترس من اتباع الهوى في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة، بخديم طه سيد الأنام عليه والآل وصحبه الكرام، مع الخديم دائما أزكى سلام. يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.